السلام عليكم أحبائي، وصفتنا لهاي اليوم وهي الطرشي. طبعا الطرشي اليوم جهزتها بأنواع من الخضروات اللي كان متوفر عندنا بالبيت، وأكيد أنتوا تقدرون تجهزوها وكلش بسيطة وسهلة. وأني سميتها طرشي فصل الشتاء لأنه بنفس اليوم تقدرون تحضروها وبنفس اليوم تقدرون تتناولوها بدون انتظار. خلي نشوف الطريقة وتعالوا ويانا وخلي نشوف أول شي اللي نحن نحتاجها. طبعا هنا راح تحتاجون الطنجرة أكيد اللي نحتاجها بالحجم المناسب. وعندي هنا الخل اللي راح أحتاج كوبين من الخل بالنسبة أنا استخدمت خل الأبيض. إذا كان عندكم متوفر خل التمر أو خل العنب يكون أفضل، بس أنا ما كان عندي متوفر. استخدمت هذا الكوب اللي هو الكوب الفرنسي اللي أخذت كوبين من عنده. راح أضيف بالمقابل كوبين ونص من المي. انتوا كل ما عندكم الخل يكون تركيزته اكثر تقدرون تزيدون بالمعيار المي حتى يعطي الطعم المناسب والحموضة المناسبة اثناء ما تتناولون هذا الطرشي حتى لا يأذي معدتكم. لانه بعض الاحيان اكو يعني تكون طرشي كلش حاد الحموضة، يعني تركيز الخل اللي بيه يكون اكثر من اللازم. ضفت الخل وضفت المي كوبين ونص بالإضافة كوبين خل. راح أحتاج هنا الملعقة من المعجون. طبعا ملعقة مليان تقريبا تقولون عليها ملعقتين. استخدمت معجون البابريكان أو عندكم معجون الطماطم، ماكو أي فرق، اثنيناتهم تعطي نفس الطعم ونفس الخدمة. هنا ضفته للمكون وتأكدت من عنده ماكو أي تكتلات. طبعا بعدني هنا ما مشغلة الحرارة لأنه بعدين لحد ما أكمل باقي المكونات. ضفت ملعقتين مليانة من الملح اللي احنا نحتاجها. اذا عندكم ملح بحري ما يفرق، او ملح عادي للطبخ ماكو اي اشكال. ضفت ملعقتين مليانة لانه احتاج يكون ملح يكون ملعقتين لانه ضفنا المي والخل حتى عندي الطرشي لا يعفن. ضفت ملعقة وسط من الكركم الاصفر، وراح اضيف ملعقة او اقل من نصف الملعقة عفوا هو فلفل الاسود. بالنسبة للفلفل تقدرون انتم تزيدون بالمعيار، مو الا بالضرورة يكون نفس المعيار اللي اني ضفته. بالمقابل أنا مستخدمة عندي الفلفل الوسط يكون حاد مو كلش، وعندي ملعقة من النعناع الجاف. هنا استخدمت النعناع الجاف لأنه بعض الأحيان الطازج مو تعطي طعم نفس الجاف، فلهذا استخدمت نعناع الجاف. إذا عندكم متوفر بالبيت حتى الريحان الجاف تقدرون تضيفوا له، يعطي طعم ونكهة طيبة. هنا هسه اجى دور بأنه أشغل الحرارة، بس مجرد عندي ما بدأ يغلي راح أضيف عندي الخضروات اللي مجهزتهن. طبعا هنا عندي تقريبا كم حبة كان عندي من الجزر، قشرتها وقطعتها بالحجم المناسب. وعندي هنا راح أضيف عندي راس كامل من القرنبيط، فراح أضيفها للخليط. وبالنسبة استخدمت الفلفل الأخضر اللي مثل ما قلت لكم نص يكون حار، يعني الحدودة مالته قابل للتحمل. واختياري تقدرون تضيفون فلفل حار حسب ما انتم ترغبون. وهنا ضفت الباذنجان. هنا الباذنجان شوية زيدت أكثر من اللازم لأنه أحب يكون الباذنجان يبرز أكثر شيء بهذا النوع من الطرشي. طبعا هذا الطرشي كلش طيب ولذيذ بنفس الوقت، يكون سهل التحضير. ومثل ما قلت لكم بنفس اليوم تقدرون تحضروها وتتركوها لمدة ساعة ساعتين لحد ما يبرد، وبعدين تقدرون تتناولوها. طبعا هنا أنا ما ضفت خيار لأنه الخيار اللي عندنا إحنا عايشين في أوروبا أكيد الكل يعرفون. هنا عندنا الخيار كلش يكون طري، حتى إذا نخليه بالخل أو نخليها نسوي من عندها المخلل نفس الشيء. فيا دوب نحصل من هذا الخيار اللي عندنا إحنا ببلداننا. إذا كان عندكم متوفر تقدرون تضيفوا له، بس ما تخلوه ينطبخ ويا الباقي الخضروات. تركته هنا بعد ما تركه 10 دقائق لحد ما عندي يغلي. هنا عندي ثوم العجم منقعته مسبقا، وراح اقطعه على احجام صغيرة لانه ما اخليها بهذا الحجم. وبعدين راح اضيفه للخليط بعد ما عندي. هنا تركت الخضروات ويا باقي المكونات اللي احنا ضفناها. شوفوا قبل هاي كان الارتفاع الخضروات كلش عالي، فتصورون الواحد يتصور بانه الطنجرة ما تكفي، لا تكفي وتوفي لانه الخضروات بحد ذاتها بيها كمية من المي، فراح يتبخر وراح يكون كل الخضروات تتبخر المي اللي بداخلها، ويكون الطنجرة حجمها يكون مناسب. هنا بعد ما عندي جهز عندي الخضروات ومرور 10 دقائق
هنا راح أضيف عندي الثوم اللي مسبقا قلت لكم عليها، ثوم العجمي أو ثوم العجم بالضبط، ما أعرف شو يسموه بصراحة. قطعتها بهذا الحجم، راح أضيفها. طبعا غلقت الحرارة كاملة، ما أحتاجها بعد، لأنه الثوم بحد ذاته هو يكون ناشف، بس أنا مسبقا نقعتها وخليتها بمي دافي فيصبح طري، فمو إلا بالضرورة أن تطبخ مثل ما طبخنا الباقي الخضروات. وهنايا أحتاج ملعقة من الكزبرة الجافة، أنصحكم تستخدمون ملعقة جافة من الكزبرة. الكزبرة ما خليتها بالبداية، ليش؟ لأنه ما أريد أفقد طعمها وريحتها. طبعا هسه بعد ما ضفت عندي الثوم والباقي المكونات، طبعا العطر الموجود بداخل المطبخ لا يوصف. واتمنى ان تجربون هاي الوصفة، واكيد ما راح تخسرون، بالاخص بايام الشتاء، لانه مو بالضرورة ان ننتظر الطرشي عندنا ايام او اسابيع لحد ما عندنا يجهز. بالبرد عادة الطرشي ما يتخمر بسرعة او ما يجهز بسرعة، فهذا الطرشي كلش مناسب في فصل الشتاء. طبعا هنا راح اتركه واخليه كاملة يبرد لحفاظ، حتى احتفظ به. استخدم عندي القنينة الزجاجية او علبة زجاجية، يكون افضل من البلاستيك. ليش؟ لانه صحيا يكون افضل. فراح اخليها بداخل القنينة العلبة الزجاجية، وشوفوا سمك المي اللي بداخله والخل والباقي المكونات. طبعا مثل ما قلت لكم ريحتها تجنن، طعم كلش لذيذ وقابل للأكل ومو حاد يكون. ليش؟ لأنه احنا خلطنا المي ويا الخل وحطينا نسبة من الملح، فهنا الطعم صار فتشي لا يوصف. راح أخليها بهاي العلبة الزجاجية وأغلقها وأخليها بداخل البراد أو خارج البراد، بس يكون مكان بارد. وأتمنى أن تجربون هاي الوصفة، وإن شاء الله عجبتكم، ويوم سعيد عليكم وعلينا يا رب.